السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم فيديو جديد النهاردة من قناة أحمد هلال. النهاردة كنت عايز أتكلم معاكم عن النادي الأهلي وهيقابل مين ومش هيقابل مين. كل الكلام ده يا جماعة الفريق البطل دايما النادي الأهلي ما بيفكرش هيقابل مين ومش هيقابل مين. دايما الفريق البطل عينه على البطولة. دايما الفريق البطل بيفكر يكسب أي مباراة تقابله، سواء بطولة او مباراة ودية. دايما النادي الاهلي بيفكر، او الفريق البطل عموما، وخصوصا بخص النادي الاهلي لان النادي الاهلي عودنا على كده. دايما بيبقى عينيه على الفوز في اي مباراة بيلعبها، سواء رسمية او ودية. وده النادي الاهلي اللي دايما مفرحنا، ودايما ما بيفرقش معاه هيقابل وداد، هيقابل ترجي، هيقابل صن داونز. والمناسبه الوداد طلعت، هيقابل صن داونز، هيقابل الترجي، هيقابل اي فرقه هيقابلها النادي الاهلي مش هيفرق معاه. لكن في وجود العداله التحكيميه النادي الاهلي هيكون في حته تانية في دوري ابطال افريقيا. دايما الاهلي عنده الحافز انه ياخد البطوله. دايما الاهلي بيعرف ياخد البطوله من فم الاسد زي ما بيقولوا. والحقيقه كمان انا بستغرب جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون حابب فريقه يصعد مركز تاني او يكون موجود في المركز التاني، خصوصا في دور المجموعات. والله يا جماعه هو مش يعني هي فكره ان احنا بقينا بنتفائل بكده، لكن مش كل موسم لازم المركز التاني. وان شاء الله طبعا باذن الله باذن الله النادي الاهلي يكون قدها ويفرحنا زي ما هو معودنا على المركز الاول. دايما يكون المركز الاول في المجموعه وفي البطوله كلها باذن الله. وطبعا بالنسبه لنادي الترجي، لو قابلنا نادي الترجي مثلا، يعني نادي الترجي والله مش افضل حاجه. احنا تقريبا دلوقتي افضل فريق في القاره، ومش عايز برضو اقلل من اي فريق، لكن احنا يعتبر عندنا بسم الله ما شاء الله سكواد عالي جدا ولاعيبه كواليتي عالي جدا. وان شاء الله باذن الله نفوز بالبطوله دي، باذن الله نفوز بالبطوله. وطبعا حلم مشروع لكل الانديه اللي مشاركه واللي صعدوا الدور الثمانيه. لكن النادي الاهلي غير. النادي الاهلي الموسم ده او السنه دي حاجه تانية بصراحه. النادي الاهلي عنده في خط الهجوم وخط الدفاع عنده لعيبه دلوقتي تقيله بعد صفقه وسام بن علي. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله انا شايف النادي الاهلي هيكون في حته تانية في البطوله دي. مش شرط ان احنا ناخد البطوله، طبعا احنا فرحنا كتير والنادي الاهلي فرحنا